السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هشام عبد الحي. هنعمل معاكم النهارده الكبده بالرده زي ما انتم شايفين كده، تحفه ما شاء الله. شايفين الكبده بقى عامله ازاي وجمالها ما شاء الله؟ شايفين عامله ازاي ما شاء الله؟ ومستويه بقى ما شاء الله، شايفين؟ ودايبه دوب كده زي ما انتم شايفين. لو عايزين تعرفوا الكبده الجميله دي يعني اتعملت ازاي، يلا بقى نبدا على بركه الله. النهارده هتكون معانا نص كيلو كبده متقطعه بانيه بالشكل ده، ومعانا هنا ليمونه ومعلقه خل، ومعانا توابل فلفل اسمر وسبع بهارات وتوم باودر وبصل باودر وملح من كل نوع نص معلقه صغيره. يلا بقى كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه بقى هنعملها هننزل كده بالتوابل كده على الكبده بالشكل ده، هنتبلها ومعلقه الخل ومعانا ليمونه، ننزل بها كده على الكبده. بعد ما نزلنا كده بالمقادير كلها مع بعضها كده، هنقلب الكبده كده علشان تتبل كده مع في التوابل كده، علشان تشرب من التوابل وتشرب كده من الخل والليمون. الكبده البانيه من الحاجه اللذيذه اللي مش مكلفه خالص وبتتعمل باقل المقادير. انا كده تبلت الكبده، انا هدخلها كده بقى التلاجة، تفضل في التلاجة كده لمدة نص ساعة تشرب من التتبيلة دي، وبعد نص ساعة هنرجع لكم تاني ونشوف هنعمل ايه. قلنا لكم بقى بعد نص ساعة والكبدة بتاعتنا بقى شربت من التتبيلة كده وعادت ما شاء الله جميلة. معانا هنا بقى هنعوز علشان الكفر الخارجي بقى، هنعوز هنا معانا ردة، ومعانا معلقتين دقيق، ومعانا معلقتين نشا، ومعانا بقى ربع معلقه صغيره ملح، وبرده ربع معلقه صغيره فلفل اسمر عشان ايه؟ الكفر الخارجي. هنقلبهم كده بقى في بعض بقى، كل ده في بعضه بقى كده بالشكل ده. وخلاص كده بقى بعد ما قلبنا كله في بعضه بالشكل ده، هنبدأ بقى كده ننزل بقى كده بالشرايح الكبدة بالشكل ده، ونضغط عليها كده كأننا بنخبز، ونقلبها كده على اليمة التانية. عايزينها تتغلف كده من كل مكان والغلاف كده يلزق عليها. بالشكل ده كمان. وعملناها بقى بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين كده هنعمل بقى كل الكمية بالشكل ده، وبعدين نروح على البوتاجاز علشان نقليها. وحطينا طاسة على النار اهي وحطينا فيها زيت. هننزل بقى كده بالكبدة بتاعتنا. بسم الله. انا هعمل النار بتاع وسط علشان الكبدة كده تستوي براحتها بالشكل ده. بعد ما اخدت لون من تحت بقى هنقلبها كده بالشكل ده عشان تاخد لون من اليمة التانية. احنا مش عايزين نحمرها قوي عشان ما تبقاش لونها غامق. هنستنى بقى لما تاخد لون بقى من تحت وبعدين نطلعها. وبعد ما احمرت بقى بالشكل ده هنطلعها.
ورجعنا لكم تاني بعد ما خلصنا بقى آلية الكمية كلها زي ما انتم شايفين. وخلاص كده خلص الفيديو بتاعنا النهاردة. ويا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.